هبقى عاملين ايه النهارده بقى ابو عمر؟ النهارده اخر يوم العيد، قال لي قبل ما اروح الشغل بقى اعمل لكم رز بلبن على طريقه ابو عمر. دوب بقى الرز مع شويه ميه وسواه، وبعد كده حط اللبن اهو. وقبل كده كنا حاطين كيس لبن بخيره اهو زي ما انتم شايفين. نقلبه بقى كده. ورز بلبن بقى على طريقه شيف براك. ده هو هيعمل لنا جيلي وهنا بقى ابو عمر هو يحط السكر بقى. كان عندنا كيس سكر ابيض كده اهو، شايفين؟ نحطه بقى هنا اهو. وانا على النيه التانية بعمل جيلي، قال لي هنعمل شويه بالجيلي، قلت له ماشي خلينا ماشيين وراك، ربنا يستر. بيقولوا ان نفس الراجل في الاكل احسن من 600 مره. ده على اساس انت بتنفخ فيه يعني ولا ايه؟ لا مش بنفخ فيه. انت لو مم. بصيتي احسن طهاه في العالم. انت كده هتزعل الناس رجاله. اللي بيتفرجوا علينا. ليه زعلوا ليه؟ مش دي حقيقه. ليه ما في ستات كتير نفسها حلو. في على طيب دماغنا. نعم يا عم. ناس كتير بس الراجل لما بيطلع فنان في الاكل بيطلع نفسه حلو في السماعات. وهنا بقى ابو عمر بقى هنا بيحط الجيلي في الكاسات هنا اهو، وهيعملوا لنا رقات اهو. ربنا يستر. قاعده على البتاع بتقول له ايدي شوف شعرها منكوش ازاي، شوف شكلها عامل ازاي. ما تحبش تاكل ابدا بشعرها. انا بقول له استنى شويه نحطه يبرد في كاسات وبعد كده نحط رز بلبن. ليه لا، نحطه على طول. انا مش عارفه بقى ايه الصح، اما نشوف. هنا بقى ابو عمر بقى خلاص ضرب النشا كده في الخلاط، قالك على السريع يعني عشان ننجز يعني. اه صب اهو. هو الرز استوى خلاص مشروع. بس وهنا خلاص حطينا الفانيليا وحطينا النشا زي ما انتوا وريتكم. حطينا بقى الفانيليا وحطينا النشا وخلاص. ابو عمر طفى عليه. وهنا خلاص اهو خلصنا اهو. ابو عمر بقى بياخدوا تقليبه تاني كده، بعد كده ايه يرصوا بقى في الاطباق. الاطباق اهي رصيناها وحطينا عليه في الجيلي بصوا، وحطينا حاجات من غير جيلي اهو. هنا بقى ابو عمر اهو بيحط بقى الرز بلبن اهو. انا رصاهم له، غسله له الاطباق ورصاهم له منشفاهم له مظبطه له الدنيا اهو على الصب. بس هننزل نبيعهم بقى. طبق ب10 جنيه. طب وتبيعهم ليه؟ كل واحد على الجروب عندك يبعتوا طبق. مش كده برضو؟ والله لو اعرفهم ابعت لهم. لا مش خلاص. يس. عايزه التليفون قلت له ده خلاص. الحروف اللي بايظه خالص دي. الله لا صورك. وهنا بقى ايه الدماغ شغاله. احنا جبنا نضرب الكريم شانتيه عشان الرز بلبن، مش عايز نضرب في الخلاط لان مش عندي مضرب كهرباء يعني. فابو عمر بقى ايه اختراع بقى بيضرب من فوق وشغل الخلاط. لا والله نضرب. بصوا والله استنى اوريكم السلوك بتاعها. استنى اوريكم السلوك بتاعها بالمعلقه. اقفل كده يا ابو عمر، اقفل كده اهو. بصوا اختراع والله. اختراع ابو عمر. اللي ما عندوش بقى ايه بتاع كهرباء يضرب كده. بصوا بقت ميه زي الميه خالص. شوفوا والله العظيم بقت عامله خالص اهو. اختراع ابو عمر. بس خلاص نحطه بقى في الكيس بتاع الكريم شانتيه. بصوا اهو. بصوا والله ينضرب خالص. شوفوا بقى عامل زي الكريم خالص ازاي اهو. الكريم خير عليه قوي. بصوا هنا عمرو عمال جوزي عمال يعكس كوكو. بصوا يلا يا كوكو هاتي يلا. وهنا بقى ابو عمر بيحط كريم شانتيه. بصوا الاختراع.
نبي العيال ما هيرضوا ياكلوا وهياكلوا البتاع ده حالا. عمر عمال يرن عليا اهو. ابو عمر بقى عمال يحط كريم شانتيه اهو، والبتاع برضه زي ما قلت له البتاع صح اهو، كان عايز يستنى لما يبرد. لا ده كويس دلوقتي. هيبقى كويس. ما يمسك كله في بعضه يخش هيبقى ملوش حل في الثلاجه. لا ماشي ماشي. احنا غيرنا القالب التاني لان التاني كان صغير، فحطينا واحد تاني كبير، كيس الكبير. والله العيال هياكلوا الكريم شانتيه مش هياكلوا رز بلبن. والله احنا هنطلع نبيعه، هنطلع نبيعه بقى يا ابو عمر. طبق ب5 جنيه. بتبيعي ليه؟ طلع رحمه ونور. نفضل بقى نعمل كده نعمل كده، وبعد كده نرش على وشه ايه شويه سوداني. تسلم ايدي، انا اللي عاملاه، انا اللي عاملاه يا جماعه. بس يا كوكو بابي تعملي زي بابي. ماشي يا اختي. هنخلص بقى الكميه بعد كده برجع. اهو يا حبايبي ده بقى ايه الرز اللبن اللي من ايد ابو عمر اهو. حطينا عليه كريم شانتيه كريمه اهو، وده اللي هو اللي كان بالجيلي اهو اهو زي ما انتم شايفين، ودول بقى جيلي ايه ساده اهو. وتسلم ايدك يا ابو عمر، وتعيش يا رب، وتعمل لنا وتعمل لاولادك يا رب، وربنا يخلي لكم ازواجكم يا رب العالمين، ويخلي لكم ولادكم. بيعملوا مستعجل العيال. بيعملوا مستعجل. بيعملوا مستعجل عشان خاطر العيال. هو كان يا عيني مستعجل، وكان عايز يستنى لما الجيل يبرد، بس ايه مفيش وقت بقى. العيال ايه اللي بخيرنا اصلا مش عارفين نعمل حاجه. كل سنه وانتم طيبين، وعدوا الايام بخير عليكم يا رب. وشير ولايك واشتراك في القناه، بالله عليكم بالله عليكم اشتركوا في القناه عشان نكبر. يلا كل سنه وانتم طيبين يا حبيبي، مع السلامه.